الدفاعي المقدم روجر اولو. تمريره خاطئه فقط ليوسف وضعي تبادل المحاوله لفائده فريق النهضه البركانيه. هناك تغطيه من جمال حركاس. لانه كانت تمريره من جبريل وطره. كره في الجهه اليمنى محمد بقعازي. هذه فرصه لفريق الرجاء. روجر اولو الحكم كيطلب مواصله اللقاء. تبادل المحاوله فرصه داخل منطقه الجزاء. فرصه ضربه جزاء لفريق الرجاء. حيت بدايه لهذه الجوله الثانيه. الرجاء مرتد هجومي. تمريره داخل منطقه الجزاء لفريق الرجاء. روجر اولو الحكم كيطلب مواصله الحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. تدخل امام يسري بوزوق امامنا اللي كنقول بانه بذكاء كبير دخل داخل منطقه الجزاء. تبادل المحاوله تمريره من نوفل الزرعوني ليسري بوزوق. بكر الهلالي يسقط في المحظور. تابعوا ليسري بوزوق والرجل اليسرى. الوقت كان خروج اللاعبين الوعد. اذا الحكم يعلن عن ضربه جزاء. تابع تدخل من زاويه اخرى. اذا ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. اذا كان التدخل ديال مروان هدودي امام اللاعب يوسف الفحلي. قلنا بان الحكم بعد ما تابع الصوره وتابع اللقطه فعلا كان هناك تدخل من طرف المدافع مروان هدودي وبالتالي القرار كان سليما. ومره اخرى ياسين بوسليم القرار سليم وضربه الجزاء اعتقد انه صحيحه لفريق الرجاء بعد ما تابعنا الصوره. تدخل ديال بكر الهلالي. حديث الان بين الحكم وحكام الفار. امين الكرمه اللي ما تمناش بانه البدايه تكون بهذا الشكل خصوصا بعد ما دفع بجبريل وطره وتشادراك. بانت النوايا ديال امين الكرمه بانه سيلعب من اجل الهجوم وسيلعب من اجل استغلال المساحات والممرات. ولكن المرتد الهجومي بالنسبه لفريق الرجاء يمنح الان ضربه جزاء في الوقت اللي سيكون هناك متابعه الصوره. اذا هناك تسلل. اذا في الوقت اللي كيجي القرار ديال حكام الفار بان هناك وضعيه تسلل. اذا نتابع. اذا الخط الوهمي. اذا العوده ديال نوفل العزراوي من وضعيه تسلل. يسري بوزوق لم يكن في وضعيه تسلل ولكن على ما تابعنا في الصوره نوفل العزراوي هو اللي رجع من وضعيه تسلل. اذا يتم الغاء ضربه جزاء وخطا لفائده فريق النهضه البركانيه.